لو محتار تاخد بنادول ولا بروفين، ركز معايا قبل ما تبلع اول قرص. البنادول او الباراسيتامول عامه هو مسكن وخافض للحراره، امن على المعده وما يسببش مشاكل للكلى او المعده، وينفع للحوامل بس طبعا تحت اشراف الطبيب يعني، وينفع للاطفال وكبار السن. اما البروفين او الايبوبروفين مسكن برضه، بس كمان بيشتغل كمضاد للالتهاب، يعني ممتاز واقوى في حالات زي الام الاسنان، التهاب المفاصل، الام العضلات او الدوره الشهريه. لكن في حاجات لازم تاخد بالك منها. اولا مهم جدا انك ما تاخدش البروفين على معده فاضيه، عشان ممكن يسبب تهيج في المعده، حموضه، او لا قدر الله قرح لو استخدمته بشكل مفرط وبجرعات زياده عن اللزوم. فلازم تاخده عامه بعد الاكل. ثانيا لو هتجمع بقى بين البروفين والبنادول مفيش مشكله، لكن لازم يكون بينهم فاصل زمن، يعني مثلا بالتبادل كل 6 ساعات نوع، عشان ما يكونش في ضرر يعني. طيب استخدم انهي يا دكتور يعني؟ وهي بسيطة، لو صداع وحرارة وألم خفيف خد البنادول، والله لو ألم مع التهاب زي ألم الدورة والأسنان خد البروفين، هيكون أقوى، لكن تكون معدتك تمام وتاخده بعد الأكل، وما يكونش عندك مشاكل في القلب أو تكون شخص لا قدر الله معرض لجلطات، وبرضه بعض مرضى الربو والكلى. وأخيرا الله يديم عليكم الصحة والعافية، ولو استفدت من معلومة ما تنسانيش من لايك ومتابعة. سلام عليكم.